السلام عليكم. كتير من الطلبة اشتكوا من قراءة الأميتر والفولتميتر وازاي نوزع فروق الجهد ونجزأ التيار. عشان كده الفيديو ده هيكون ورشة حل تفصيلي لدرجة ان الطالب ان شاء الله لو هو مستواه ضعيف يحاول يستوعب الحل اللي احنا بنحله دون ويفهمه. هنعرض عدد معين من الأسئلة. الأسئلة دي هتكون من كتاب الوافي، مجمعة لكم الأسئلة الغير مباشرة واللي فيها أفكار عن قراءة الفولتميتر والأميتر واللي عاملة قلق للطلبة. الفيديو ده هيكون مجاني لطلاب اليوتيوب، وإن شاء الله لو لقى استحسان وتعليقات من الطلبة إنها عايزة أكتر من ورشة تانية نحاول نعمل ورش كتير. طبعا في منها هيكون مجاني على اليوتيوب وفي منها هيكون محتوى خاص، واللي عايز يشترك في المحتوى الخاص قيمة الاشتراك هتكون بسيطة زي الامتحانات، هتبقى 10 جنيه. واللي عايز يتواصل هبقى اسيب له لينك التواصل في تعليق مثبت، بس لو نسيت انت تبقى تفكرني. تعالى كده نعرض الاسئله اللي هنحلها في الورشه، وهنعمل مقدمه بسيطه كده لان احنا ازاي بنوزع الجهد والتيار قبل ما احنا نحل الاسئله. اهي الاسئله ما هياش اسئله سهله ولا اسئله مباشره، اسئله فيها افكار قويه جدا، بس ازاي ان احنا نقدر نبسطها للطالب بحيث انه يحلها لوحده. احنا معانا لحد السؤال 143، يبقى احنا كده معانا حوالي 12 سؤال هنعرضهم، وهنبدأ الأول بعرض ازاي بنجزأ الجهد والتيار. تعالوا كده ناخد فكرة عن تجزئة الجهد والتيار. الفصل الأول بيتكلم عن 3 شخصيات، شخصية الفي والاي والار. الار دي مقاومة، والاي شدة التيار، والفي فرق الجهد. فلما انا اجزأ الجهد اللي هو الفي واجزأ التيار يبقى انا جبت سيرة مين؟ الفي والاي. فين الار؟ ما الار دي اللي احنا هنجزأ عليها الجهد والتيار، يبقى احنا هنجزأ الجهد والتيار على المقاومات الموجودة في الدايرة. طيب انا دلوقتي عندي بطارية وعندي مقاومات كتير، في هنا مقاومات على التوازي، وده توازي صريح تحت بعضه فبنقول على دول توازي. هنفترض دي 12 اوم ودي 6 اوم ودي 4 اوم، وفي مقاومة هنا بقيمة مثلا 6 اوم، وفي مقاومتين على التوازي عبارة عن 24 اوم مع 8 اوم على التوازي. دلوقتي احنا عايزين نجزأ الجهد والتيار على كل مقاومة من مقاومات الدايرة. يعني ال 24 تيارها كام؟ ال 8 تيارها كام؟ ال 6 تيارها كام؟ ال 12 تيارها كام؟ ال 6 ال 4. يبقى احنا وكمان فرق الجهد على كل مقاومة. يبقى احنا عايزين نتعلم الأول تجزئة الجهد والتيار في دايرة بسيطة زي الدايرة دي، ازاي نجزأ الجهد والتيار، وبعد كده نتعامل مع المسائل الصعبة. في حاجتين هنجيبهم في الدايرة دي من غير ما هو يطلبهم، ونعملهم في مسودة كده وممكن نحتاجهم وممكن لا. زي مثلا الار توتال، المقاومة المكافأة. المجموعة دي مقاومتها المكافأة ازاي؟ تعال نخلص مجموعة التوازي 24 و8 على التوازي. بنخلصهم ازاي؟ نقول حاصل ضربهم على ناتج جمعهم. 24 في 8 على 24 زائد 8، المجموعة دي كده ب6، يبقى هنا 6 اوم، جنبها 6 لوحدها، وبعدين جنبها منطقة توازي تانية 12 مع 6 توازي، 12 في 6 على 12 زائد 6 دي 4، 4 مع ال4 توازي، مقاومتين متساويتين، اخد واحدة على عددهم يبقى هنا 4 الاتنين فيها الاتنين اوم. يبقى المقاومات المكافأة هجمع 6 و6 12، 12 و2 يبقوا 14 اوم، دي المقاومة المكافأة. طيب لو حبيت احسب التيار الاي توتال، التيار كله، اقسم الفي كلها على ار كلها، يبقى معايا تيار البطارية، التيار الكلي اللي هيخرج من البطارية. يبقى الاي توتال هتساوي في كلها، نفترض دي 14 فولت، يبقى 14 على المقاومات كلها اللي هي 14، يطلع التيار بقيمة 1 امبير. هيجي التيار بقيمة 1 امبير. تعالى بقى نجزأ التيار. نفترض ان انا عندي اميتر، هنا هسميه اميتر A1، وهنا هسميه اميتر A2، وهنا هسميه اميتر A3، وهنا اميتر A4، وهنا اميتر A5، وهنا اميتر A6، وهنا اميتر A7. 7 اميترات، وبنتكلم على تجزئة التيار. تقدر تجيب لي قراءة الاميتر لكل الاميترات الموجودة في الدايرة دي؟
تعالى نبدأ بالأميتر E1. هيخرج التيار من القطب الموجب، هيعدي التيار الكلي على الأميتر E1، فA1 هيقرأ الآي توتال اللي احنا حسبناها بكام؟ ب1 أمبير، اللي احنا قسمنا فيها الفي كلها على الآر كلها، يبقى آي أميتر 1 بيساوي 1 أمبير. طيب هيجي التيار اللي قيمته 1 أمبير، هيبقى عند العقدة دي في تجزئة، التيار هنا في تفرع، في تجزئة، في فرع فوق وفي فرع تحت، فالتيار هنا هيتجزأ لأن ده توصيل على التوازي، وفي التوصيل على التوازي التيار بيتجزأ، ويبقى الأميتر A2 بيقرأ تيار فرع. يبقى احنا دلوقتي لما يجي يسألني على قراءة الأميتر لازم تسأل نفسك سؤال عشان تعرف تجاوب. هل الأميتر ده ماشي فيه التيار الكلي ولا تيار فرع؟ مثلا الأميتر E1 ماشي فيه التيار الكلي، يبقى التيار الكلي بنقسم الفي كلها على ار كلها. خلاص كده بالنسبة للأميتر E1. طيب عايز مني قراءة الأميتر E2، أسأل نفسي نفس السؤال، هل أميتر E2 هيبقى تيار كلي ولا تيار فرع؟ هيعدي فيه التيار الكلي ولا تيار فرع؟ لا، تيار الفرع. خلاص يبقى اي اميتر 2. بجيب تيار الفرع ازاي؟ بقول التيار اللي داخل على المجموعة اللي هو 1 امبير في مقاومة التوازي. انهي مقاومة توازي؟ دي ولا دي؟ يا عم انت عايز الاميتر 2، ف2 في التوازي ده، انت مالك ومال ده؟ انا عايز اجيب التيار ده، فخليك في مقاومة التوازي دي. 24 في 8 على 24 زائد 8 6 على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه. انا عايز التيار هنا، يبقى على 24، يبقى الناتج 1 على 4 امبير. تمام. طيب تيار الاميتر 3، هسأل نفسي سؤال، هو الاميتر E3 لازم السؤال ده قبل ما تجاوب ماشي فيه التيار الكلي ولا تيار فرع؟ لا، ده ماشي فيه تيار الفرع لان دي نقطة تفرع، التيار هيتفرع كده وكده، ده فرع. خلاص احنا حافظين تيار الفرع، التيار اللي داخل على المجموعة اللي هو 1 أمبير في مقاومة على مقاومة. في مقاومة التوازي، انهي توازي ده ولا ده؟ احنا هنا بنجيب الأميتر ده، يبقى خليك في التوازي ده اللي هو 6. 24 في 8 على 24 زائد 8 6 على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه. انا عايز التيار هنا، يبقى على 8، يبقى على 2 فيها 3 على 2 فيها 4 أمبير. طيب عايزين تيار الأميتر A4، ماشي، يبقى خدنا 1 و2 و3 4. هنا بقى هسأل نفسي نفس السؤال، هل الستة دي هيمشي فيها التيار الكلي ولا تيار فرع؟ هقول التيار دوت والتيار ده هيجمعوا عند النقطة دي، هيجمعوا ويرجع تاني تيار كلي يعدي في المقاومة 6، يبقى التيار هنا اتفرع فرع كده، جزء هنا وجزء هنا، ويرجع عند النقطة دي نتلاقى التيار ده مع التيار ده بيتجمع يبقى تيار كلي ويعدي في المقاومة 6. يبقى الأميتر A4 اللي موجود هنا هيقرأ التيار الكلي، التيار الكلي اللي هو اي توتال اللي هو في كلها على ار كلها اللي هو 1 أمبير. هيجي عند النقطة دي التيار يحصل له ايه؟ تجزئة، يتجزأ هنا وهنا وهنا. طيب عايزين نجيب تيار المقاومة 12، هنقول ايه بقى؟ ده تيار كلي ولا تيار فرع؟ لا، تيار فرع. حلو، بيساوي التيار اللي داخل على المجموعة اللي هو 1 أمبير في مقاومة التوازي ده 12 و6 4 والأربعة مع الأربعة 2 اللي هما 2، يبقى مقاومة المجموعة 2 على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه. انا عايز التيار هنا، يبقى على 12، يبقى 1 على 6 أمبير. طيب تيار المقاومة 6 اللي هو تيار ايه بقى؟ احنا قلنا 1 2 3 4 5 6، يبقى تيار، يبقى ده الاي 12 دي كان الاميتر، قراءة الاميتر رقم 6. احنا 5 ادي 1 2 3 4 5، خلينا بقى في 6، يبقى دي قراءة الاميتر 6. ماشي، تعالى بقى نقول التيار اللي داخل عليهم اللي هو قيمته 1 في مقاومة التوازي ده اللي هو 2 على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه على 6، يبقى 1 على 3 أمبير. طيب تيار المقاومة 4 اللي هو الأميتر 7 هيساوي التيار ده تيار فرع ولا تيار كلي؟ لا، ده تيار فرع. طب تيار الفرع بنجيبه ازاي؟ التيار اللي داخل عليهم اللي هو 1
في مقاومة التوازي اللي هي 2 على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه يبقى على 4، يبقى نص أمبير. كده احنا وزعنا التيار على كل مقاومة وجبنا جميع قراءة الأميترات كلها. طيب ما تيجي نجيب فرق الجهد. فرق الجهد على كل مقاومة. بص على 24 وال8 دول متوصلين على التوازي، واسمعها مني، في التوصيل على التوازي فرق الجهد متساوي. يعني اجيب فرق الجهد ازاي؟ يا اما تقول لي اي في ار فوق، يا اما تقول لي اي في ار تحت، هتلاقيها هياها، يا اما تجيب لي الفي توازي. والفي توازي اسهلهم. ليه؟ لاني هقول الفي توازي هتساوي التيار اللي داخل على مجموعة التوازي اللي هو 1 في الار توازي. الار توازي اللي هي 6، هيطلع 6 فولت. طيب الفي توازي زي ما اتفقنا في مجموعة التوصيل على التوازي بتكون متساوية، وده معناه ان انا لو جبت فرق الجهد هنا هيطلع برضو 6 فولت. اي في ار، مين الاي اللي كانت ماشية في المقاومة 24 اللي هو كان الاميتر 2 كان ربع. طب ماشي، ما تيجي نجيب بقى فرق الجهد هنا اللي هو هنضرب الربع في 24 على 4 فيها الواحد هنا 6، يبقى 6 فولت، يبقى طلعت هنا برضو 6. دي طريقة تانية. طيب فرق الجهد تحت هنضرب اي في ار. طيب ده الاميتر 3 اللي كان قاري 3/4، يبقى نضرب الاي بتاعته هنا في المقاومة اللي هنا على 8 فيها الواحد على 8 فيها هنا كام؟ 3/4. الاي 3 كانت ب3/4 في المقاومة 8، هيطلع برضو نفس الحكاية 6 فولت. يبقى فرق الجهد هنا 6، فرق الجهد هنا 6، ولو حبيت تجيبها على بعضها في توازي هتطلع ب6. طب فرق الجهد اللي على المقاومة دي اضرب برضو اي في ار، يبقى فرق الجهد اي في ار. انهي اي؟ اي اللي ماشية هنا، ده التيار الكلي اللي هو كام؟ 1، والمقاومة اللي هنا 6، يبقى هنا 6 فولت. طيب لما دي تاخد لي 6 فولت ودي 6 فولت، يبقى 6 و6 12، 12 من ال14 يبقى المجموعة دي هتاخد 2 فولت. طب اثبتها لي. تعالى نضرب الاي في الار توازي. هنقول الفي توازي الاخير، الفي توازي الاخير هيساوي الاي اللي داخله اللي هي 1 في الار توازي 2، طلعت ب 2 فولت. طيب لو جبنا اي ار هنا هياها، هياها. طب التيار الخمسة الاميتر 5 ده اللي هي المقاومة 12 كان سدس، اضرب سدس في 12، اي اللي هي سدس في المقاومة 12 هيطلع برضو ب 2 فولت. طب جيب لي فرق الجهد في الاخر هنا 4، ماشي. طيب في المقاومة 4 هتطلع برضو 2 فولت، بس عايزة اتأكد. هنقول التيار اللي داخل بقيمة نص والمقاومة بقيمة 4، يبقى 2 في 4 قصدي 2 في 1 ب2 فولت. يبقى احنا كده قدرنا نعرف فرق الجهد اللي على كل مقاومة وتيار كل مقاومة. تعالى بقى نصعب الأسئلة ونشوف هنحل ازاي. المهم ان انت هتعمل ايه لو انت سمعت الكلام، هتفرق معاك الورشة دي. هتعمل ايه اول خطوة؟ هتتعب شوية، بس انا دلوقتي هقولك على شوية تعليمات هتمشي عليها. هتجيب الكشكول وترسم الدايرة دي وتبدأ تحسب تيار كل مقاومة وتحسب فرق الجهد اللي على كل مقاومة. لو عرفت تحل تمام، ما عرفتش تحل هتحاول تشوف الفيديو تاني لغاية ما تبقى 10/10 في اللي احنا كتبناه. وبعد ما تخلص اللي احنا كتبناه تبدأ تخش على المسائل اللي هي تعتبر مسائل قوية جدا علشان خاطر تقدر تحل معانا. تعال نشوف السؤال دون. بيقولك الشكل المقابل يوضح جزء من دايرة كهربية، فإذا كان شدة التيار الداخل عند النقطة E بيساوي 6 أمبير، تكون كل من الفولتميتر V1 و V2 قراءتهم ايه؟ على الرغم ان الفولتميتر بيقرأ فرق الجهد وفرق الجهد اي في ار، الا ان المسألة دي بالنسبة لك مثلا بتمثل كابوس وانت مش عارف تحل السؤال. فايه الحل؟ رقم 1، هتشيل لي الفولتميتر من الدايرة. من ضمن الحاجات اللي تخليني اعمل لك سؤال صعب ان انا اعتمد على الخداع البصري باسلاك الفولتميتر، فهي مش ناقصة اسلاك الفولتميتر. فانت تعمل ايه؟ لو مش عارف تشيل الفولتميتر ارسم لي الدايره دي بالقلم الرصاص، وبعدين جيب استيكه. الفولتميتر V1 له طرفين، فين نهايه الطرف ده؟ اهو. تعالى كده من اول العقده دي هتبدا تجيب استيكه وتمسح الجزء ده كله بالفولتميتر، بس مش تنسى ان هو كان متوصل بين A و B. والفولتميتر V2 هتشيله، هتمسح فين؟ من استيكه من اول الطرف ده لحد الطرف ده تشيله. ولو انت حذفت عليه كده وتقول نحذف الفولتميتر مش هتحل السؤال، وهدناها الفيزياء بالنسبه لك صعبه. المس اهي عملت ايه؟ شالت الفولتميتر V1
بس مش نسيت انه محوط من اول النقطة A لحد النقطة B، والفي 2 شالته. فلما شلت الفي 2 شفت بقى كان هنا متوصل وكان عامل لي عقدة، وفي الحقيقة دي مش عقدة ولا حاجة، ده بين الواحد والاتنين توصيل على التوالي اهو، ولكن وجود الفولتميتر كان ملخبط الدنيا، كان مديني احساس ان في عقدة في الدايرة ولا عقدة ولا حاجة. طب الفولتميتر في واحد انا عارفة ان هو بين A و B، يعني بيقرا فرق الجهد كله بين A و B، بين النقطتين اللي عندي في الرسمة. طيب في 2 فين قرايته؟ في 2 ليه طرفين، ادي طرف وادي طرف، فانا ممكن هنا ابص على الرسمة اعرف بس الحدود بتاعتي فين. لو سميت ده س وده ص، يبقى الفولتميتر في 2 موجود بين نقطتين اسمهم ايه؟ س وص. طب مش ده سلك فاضي؟ يبقى ده كمان ص. يبقى الفولتميتر في 2 بيقرا فرق الجهد بين س وص، واللي موجود بين س وص المقاومة 1 اوم. يعني فرق الجهد في 2 بيقرا فرق الجهد اللي على المقاومة 1 اوم. يبقى انا عرفت دلوقتي في 1 بيقرا الفي اي كلها من اول العقدة لحد اخرها، وفي 2 بيقرا فرق الجهد اللي على المقاومة بس. طيب الخطوة اللي بعد كده، بعد ما شلت الفولتمترات وعرفت كل فولتميتر بيقرا ايه، تعالى نبسط الدايرة. ازاي بسطها؟ هنشاور على العقد الموجودة عندي في الدايرة، دي عقدة ودي عقدة ودي كمان عقدة ودي عقدة. طيب هاجي عند الدخلة دي واقول دي اول عقدة تقابلني يبقى 1. قبلك سلك فاضي يبقى هو اولى بالترقيم، يبقى ده هيكون 1 اوله زي اخره. السلك الفاضي بيترقم ازاي؟ اوله زي اخره، يبقى ده 1. يبقى تيجي على العقدة دي يبقى دي اللي عليها الدور، يبقى دي 2. واخر حاجة دي هتبقى 3، يبقى انت رقمت 1 2 3. بين 1 و2، بين 1 و2 في مقاومة بقيمة 12 اوم اهي، 12 اوم. وبين 1 و2 في مقاومة بقيمة 6 اوم. وبين 2 و3 في مقاومة بقيمة 2 اوم. وفي بين الطرف اللي تحت ده مقاومات في بين 1 و3، 1 ما دي 1 دي 2 ودي 3، بين 1 و3 في 3 اوم، بس انا مش هخليهم مقاومة واحدة لان انا عايزة فرق الجهد اللي على الواحد، عشان كده هسيبهم هنا 2 اوم وهسيب دي 1 اوم، عشان عايزة اجيب فرق الجهد اللي هنا، مش عايزة اجيب الفرق الجهد اللي على الفرع كله، لا انا عايزة على الحتة دي. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا عندي التيار الكلي 6 امبير. التيار ده عندي فرعين، فرع فوق فرع تحت. الفرع اللي تحت فيه مقاومة اللي هي بقيمة 3 اوم، بس انا هسيبهم كل واحد لوحدهم. والفرع اللي فوق فيه مقاومات ممكن اخلصها كده، داخل 6 امبير اهو، ممكن اخلصها في مقاومة واحدة. 12 مع 6 توازي، 12 في 6 على 12 زائد 6 دي 4، جنبها 2 6. يبقى الفرع اللي فوق فيه 6 والفرع اللي تحت فيه مقاومة بقيمة 3 اوم. يبقى انا عندي فرع اهو، ممكن انا اخليها هنا 3 اوم اهي، جمعتهم ولما اجيب فرق الجهد يحلها ايه؟ حلال. يبقى انا عندي هنا المقاومه 3 اوم. فالتيار بقى هيتجزأ ازاي؟ التيار هيدخل على منطقه التوازي دي، فانا هقول لك التيار دي حاله سهله، لما يكون عندي مقاومه ضعف الثانيه يقوم التيار يتجزأ التلت وتلتين. لما يكون عندي المقاومه 6 دي ضعف الثلاثه، فالتيار ده بيتجزأ تلت التلتين. المقاومه 6 الكبيره تيار مقاومه عكسي، تاخد الجزء الصغير من التيار، تاخد تلت، يبقى دي هتبقى تلت الستة على 3 في الواحد، هنا فيها الاتنين، يبقى دي تاخد 2 امبير. 2 امبير خدتهم من الستة، بقيت الستة هنا، يبقى هنا 4 امبير، هنا تلتين الستة. طيب هل التيار اللي هيمشي فوق، التيار اللي هيمشي فوق هل هيتجزأ تاني؟ ليه بقى؟ لان فوق في 2 اوم وفي توازي، في توازي اهو 12 اوم و6 اوم. انا رسمت لك الفرع اللي فوق، الفرع اللي فوق هيدخل عليه تيار بقيمة 2 امبير. الفرع اللي فوق الاتنين هتتجزأ تاني برضو التلت والتلتين، وبعدين ترجع تتجمع تاني. بس انا مش هاممني القصة دي قوي قد ما هاممني ان انا اجيب فرق الجهد هنا. فمين التيار اللي هيسحب على تحت؟ التيار اللي هيسحب على تحت 4 امبير. فلما اجي اجيب فرق الجهد على المقاومة دي اضرب الاي اللي هتمشي هنا في الار دي، الاي اللي هتمشي هنا 4 في 1 يبقى 4 فولت، يبقى ده كده في 2. في 2 هيقرا 4 فولت. طيب في 1، في 1 بيقرا في كلها، اللي هو التيار اللي داخل على المقاومات دي اللي هي في توازي، ما هو ماسك من هنا لحد هنا،
طيب مين التيار داخل؟ 6. ومين مقاومة التوازي؟ ما احنا قلنا مقاومة التوازي اهي، احنا اتفقنا ان اخرنا 6 و3 على التوازي تخلصهم 2. يبقى كام؟ يبقى 12. يبقى في 1 ب12 وفي 2 ب4. في 1 ب12 وفي 2 ب4. يبقى الاختيار د. حاول ما تسيبش السؤال ده الا ما تحاول تحله مرة واثنين وثلاثة لحد ما تفهمه، واعتبر كده لما تسمع كلمة ورشة ده معناه ان انت لازم تحل بايديك، وبعد ما بتسمع الفيديو بتجرب مرة واثنين وثلاثة. هم 12 سؤال هتديهم وقتهم، لو خد منك يوم كامل، مش كل مرة هياخد منك يوم كامل، مش كل مرة هتاخد الوقت ده في الحل، هو في الاول لحد ما تفهم اللعبة ماشية ازاي، وبعد كده هتلاقي نفسك بتحل بالنظر. السؤال اللي بعده، في الدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل إذا كانت قراءة الأميتر 6 أمبير، الأميتر ده بيقرأ 6 أمبير، فإن مقدار القوة الدافعة الكهربية للبطارية بتساوي إيه؟ عايز قيمة الفي باتري. طيب أنا دلوقتي هحاول أبسط الدايرة، ولكن في ملحوظة. الأميتر ده موجود على سلك فاضي، وبالتالي قراءته صعب إن أنا أجيبها وصعب أستخدمها لأنه مش موجود على مقاومة. بس على العموم همشي في المسألة واحدة واحدة واحاول اشوف الدايرة دي متوصلة ازاي. فهمشي كده كتيار كلي بيخرج من القطب الموجب، هيجي عند العقدة دي كده عقدة، بشاور على العقد، وادي كمان عقدة، ودي كمان عقدة، ودي عقدة. فلو جيت على العقدة الأولى وقلت 1، ده سلك فاضي أوله زي آخره، يبقى هنا 1. طيب ماشي. ولو جيت هنا قلت 2، ماشي، الأميتر المثالي سلك فاضي، الأميتر المثالي مقاومته ب0، فهو عبارة عن سلك فاضي، فإذا كان هنا أوله خد 2 يبقى هنا برضو ياخد 2، أوله زي آخره. وبكده أنا رقمت كله ما بين 1 و2. بين 1 و2 في مقاومة أهي بقيمة 6 أوم، وبين 1 و2 في مقاومة بقيمة 12 أوم، وبين 1 و2 في مقاومة بقيمة 3 أوم، وبين 1 و2 في مقاومة بقيمة كام؟ 2 و4 6 أوم. طيب مفيش مقاومات تانيين، كل المقاومات بين 1 و2. وادي البطارية بتوزع فرق الجهد على المناطق اللي في الدايرة، ما عنديش غير منطقة واحدة اللي هي منطقة التوازي، ففرق الجهد بتاع التوازي هو فرق الجهد بتاع البطارية. يبقى البطارية لو عندها فولتات بتوزعها على المقاومات، أنا عندي مقاومات على التوازي، عندي منطقة فيها توازي مفيش غيرها، فهتاخد فرق الجهد بتاع البطارية. فرق الجهد هنا هو فرق الجهد هنا هو فرق الجهد هنا في فرق الجهد هنا هو الفي التوازي، لأن في التوصيل على التوازي فرق الجهد متساوي. طيب أنا دلوقتي أعمل إيه؟ ما عنديش معلومات في الدايرة غير تيار الأميتر، ولما رسمت لقيتني مش عارفة أستخدمه في حاجة، فأنا هنا هاجي على المقاومة الكبيرة عشان ما يطلعش معايا كسور، هاجي على المقاومة الكبيرة اللي هي 12 أوم. ال 12 أوم دي هفترض إن تيارها بقيمة اي. اطلع فوق اعمل عملية مقارنة، لأن ده توصيل على التوازي، ففي الار والاي متوصلين أو العلاقة اللي بينهم علاقة عكسية، الاي والار عكسية لأن فرق الجهد ثابت. فيبقى بص كده على المقاومات، هتلاقي دي 12 ودي 6، فاللي فوق نصها كمقاومة. يبقى بص على الفرع اللي فوق هتلاقي مقاوماته أقل النص، يبقى تياره العكس يزيد الضعف. لو ده اي يبقى دون 2 اي. تعال نقارن ال6 بال6 زيها، يبقى هنا كمان التيار 2 اي. طب تعال نقارن ال6 وال3، الستة والتلاتة، التلاتة نصها، ادام المقاومات فوق النص يبقى التيار فوق الضعف، ضعف ال2 اي يبقى 4 اي، يبقى التيار الكلي كام اي؟ تعال نعد، 2 و1 التلاتة، 3 و4 ادي 7، 7 و2 ال9، يبقى التيار 9 اي. ماشي، التيار 9 اي. طيب يبقى احنا كده هنقول ان احنا لو عايزين نعرف التيار الكلي بكام بقى، تعالى عند العقدة دي، مش العقدة دي هتجمع فيها التيارات ويروحوا على السالب. ماشي، فانت عندك هنا تيار المقاومة 6 دي هيجمع مع تيار المقاومة 3، هيجمع مع تيار الأميتر، ويتجمعوا هنا ويتحولوا إلى التيار الكلي. يبقى تاني تيار المقاومة 6 زائد تيار المقاومة 3 زائد تيار الأميتر
هيتجمعوا مع بعض ويدوني التيار الكلي عشان يروح على السالب. تيار المقاومة 6 ب2 اي، تيار المقاومة 3 ب4 اي، تيار الاميتر ب6، تيار الكلي ب9 اي. طيب 2 و4 6 اي زائد 6 هيساوي 9 اي. طب سيب 6 وسيب 9 اي وودي هناك سالب 6 اي، يبقى 6 هتساوي 3 اي. يبقى الاي البعيد على القريب 6 على 3 فيها ال2 امبير. يبقى هنا التيار بكام؟ الاي ب2 ودي 2 اي، يبقى 2 في 2 ب4، يبقى التيار فوق ب4 امبير. طب ما انا اجيب فرق الجهد هنا، هو فرق الجهد بتاع البطارية 4 في 6 بكام؟ ب24. طب افرض انا عايزه اجيب فرق الجهد هنا، ده اي طلعت ب2 ودي 12، يبقى اي في ار 2 في 12 ب24. مش بقول لك في التوازي فرق الجهد متساوي؟ طب افرض انا عايزه اجيب فرق الجهد هنا، دي 4 اي والاي طلعت ب2، 4 في 2 ب8 و8 في 3 ب24. طب افرض انا عايزه اجيب فرق الجهد هنا، الاي طلعت ب2 ودي 2 اي، يبقى 2 في 2 ب4، 4 في المقاومه 6 يبقى ب24. يبقى فرق الجهد هنا هو الفي باتري هو 24 فولت، وبالتالي الإجابة الصحيحة هتكون د. حاول تعيد السؤال أكتر من مرة. يبقى احنا دلوقتي ما بنحلش كتب، احنا الموضوع بتاعنا ورشة. يعني ايه ورشة؟ يعني ما تسيبش السؤال إلا ما تتدرب على حله، أو وعدك إن لو انت ما سبتش سؤال وعرفت حله جه منين، إن بإذن الله تعالى قراءة الأميتر والفولتميتر هتتحسن معاك جدا. تعال نشوف السؤال اللي بعده. الشكل يوضح جزء من دايرة كهربية. من البيانات الموضحة على الرسم تكون النسبة بين التيارين I1 ل I2 كنسبة ايه؟ اولا I1 على سلك فاضي فهيعمل لي شوية مشاكل. يبقى امتى تعرف ان التيار صعب قراءته؟ لما يكون على سلك فاضي، بس هنتصرف. والتيار I2 على مقاومة فمنه مش في منه مشاكل. اهم حاجة ان انا ابسط الدايرة دي واشوفها متوصلة ازاي. فابدأ اشاور على العقد اللي بيكون خارج منها على الأقل 3 أسلاك. دي كده عقدة، ادي سلك 2 3، ده سلك متني. ودي عقدة، ادي سلك 2 3، ودي عقدة، ادي سلك 2 3. امال ده ايه؟ ده سلك متني. يبقى انت عايز العقد دي ترقمها. هنيجي هنا عند المدخل نقول 1. هيقابلك سلك فاضي تسيب اللي في ايديك وترقمه هو الأول. أوله زي آخره، فأوله خد 1 يبقى آخره ياخد 1. هترقم مين الأول؟ دي؟ لا دي في الآخر، مخرج التيار خليه آخر حاجة، يبقى دي 2، يبقى هنا 3. يبقى انت عندك 1 2 3. بين 1 و2 في مقاومتين ار وار على التوالي، يعني 2 ار. وبين 1 و2 في مقاومة بقيمة ار، ويبقى احنا كده خلصنا دي. بين 2 و3 في مقاومة بقيمة ار، وبين 1 و3 في مقاومة بقيمة ار. طيب انت عندك كم فرع كده على التوازي بين 1 و3؟ في بين 1 و3 الفرع ده وفي اللي تحت، تمام. فانت عندك هنا التيار الداخل هو كاتب لك انه اي، التيار الداخل بقيمه ايه؟ اي. الاي ده هيتجزأ جزء في الفرع ده وجزء في الفرع ده، يبقى التيار ده هيكون اقل من اي. عارف التيار اللي داخل في الحته دي هيرجع يجزأ تاني لجزء هنا وجزء هنا، يبقى انا عندي تجزئه في الفرع هياخد جزء من التيار والجزء ده هيتجزأ تاني. طيب استنى بس من الكلام دون وتعالى نشوف ازاي هنحصل على اي واحد. اي واحد هنحصل عليها عن طريق العقدة دي لانها مش على مقاومة. فاقول التيار اللي داخل اللي هو قيمته اي بيساوي التيار اللي هنا زائد اللي هنا، يبقى التيار ده هيتجزأ للجزء ده والجزء ده. الجزء اللي هنا عبارة عن تيار المقاومة 2 ار زائد تيار اي واحد. يبقى انا لو عرفت ديا كام اي اقدر اجيب مين؟ اي واحد، وفي نفس الوقت اقدر اجيب اي 2 اللي ماشي على المقاومه ار اللي هي بين 2 و3. دي بين 2 و3 لو عرفت اجيب التيار اللي هنا هيبقى احنا كده ايه؟ نقدر نقسمهم على بعض. طيب ممكن اعرف الفرع اللي فوق خد قد ايه من الاي، والفرع اللي تحت خد قد ايه من الاي. يعني بمعنى تاني ممكن تجزأ لي التيار على الفرعين دول، على الفرع اللي فوق والفرع اللي تحت، تمام. هجيب الاول مقاومه التوازي. الاتنين ار مع الار على التوازي نقول حاصل ضربهم على ناتج جمعهم 2 في 1 على 2 زائد 1 يبقى ايه كام؟ يبقى انت عندك هنا تلتين وهنا في ار، يبقى الفرع اللي فوق ار في الفرع اللي فوق
هتبقى عبارة عن مقاومة بقيمة دول هنخلصهم 2/3 R، اجمعهم مع الار، فانت تقول على الآلة الحاسبة 2/3 زائد 1 هيبقى 5/3 R. يبقى هنا في 5/3 R، والمقاومة اللي تحت بقيمة R. تعالى نجيب المكافئ بتاعهم. الار توازي حاصل ضربهم على ناتج جمعهم، 5/3 R في R على 5/3 R زائد R. يبقى انت هتقولي 5/3 في 1 على 5/3 زائد 1. هتطلع معاك الار اللي في حالة التوازي ب5/8 R. يبقى R توازي ب5/8 R. ماشي. عايزين التيار اللي فوق، صح؟ تيار فرع علوي هيساوي التيار اللي داخل عليهم اللي هو الاي في مقاومة التوازي اللي هي 5R/8 على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه. انا عايز التيار في الفرع ده اللي هو مقاومته كام؟ اللي انا خلصتها 5/3 R. 5R/3 مقام بسط، دي هتطير مع دي، هيبقى تيار الفرع العلوي 3/8I. بص بقى كده، هنا داخل 3/8I. طيب وهنا بقية الواحد اللي هي كام؟ اللي هي هتبقى 5/8I. طب عايزة اجيبها بالخطوات، هنقول I فرع سفلي بيساوي التيار داخل عليهم I في مقاومة التوازي اللي هي 5R/8، 5R/8 على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه اللي هو R، هيطلع 5/8I. طيب التيار اللي هو 3/8I هيجزأ، تيار الفرع ده هيدخل على منطقة توازي فوق، هيجزأ التيار اللي فوق على دول، وعندي مقاومة ضعف التانية، دي 2R ودي R، مقاومة ضعف التانية، فالتيار يتجزأ التلت وتلتين. ال2R دي المقاومة الكبيرة تاخد تلت 3/8، تلت ده تلت 3/8 تبقى تمن، يبقى ده ياخد تمن I، وده ياخد كام؟ هياخد الباقي 3/8 اللي هم 2/8I. وممكن انت ايه تحسبها ان احنا ناخد تلتين 3/8، يبقى دي هتروح مع دي على 2 فيها الواحد، خليها 2/8 وخلاص، 2/8، يبقى ده تمن وده 2/8، ويرجع التيار التمن وال2/8 يجمعوا هنا اهو ويمشي 3/8. يبقى انا عرفت التيار اللي داخل على الفرع، وعرفت تجزئته على الافرع، وعرفت التيار الماشي هنا، وعرفت التيار الماشي تحت. تعالى بقى نجيب I2. I2 هو التيار اللي على المقاومة R اللي بين 2 و3، ادي الار اللي بين 2 و3، يبقى I2 ب3/8. يبقى انت عندك I2 ب3/8، I2 ب3/8. طيب I1 هنيجي بقى هنا نقول التيار اللي داخل اللي هو I توتال بيساوي تيار المقاومة 2R. فين المقاومة 2R؟ اهي اللي هو تمن I، اللي هي هنا انت عندك هنا 2R وR اهي، ال 2R اللي بين 1 و2 ماشي، اللي هو تمن الI زائد التيار ده اهو اللي هو I1. يبقى انت عندك I1 هيساوي I، يعني دي الناحية التانية، ناقص تمن I، واحد شيل منه تمن هيبقى 7/8، يبقى I1 ب7/8، يبقى I1 ب7/8I، وI2 ب3/8I. يبقى هتشيل I مع الI عشان تيجي تعمل نسبة تقسم، يبقى I1 على I2 بيساوي 7/8، بدل ما اقسم اضرب واقلب المقام بسط والبسط مقام، 8 هنا 3، يبقى دي هتروح مع دي، يبقى النسبة هتبقى 7/3. والله لو انت عرفت تحل السؤال ده وتفهمه بالراحة هتبقى ممتاز. عصلك معاك السؤال حله تاني وتالت، بدل ما تحل 100 سؤال على تجزئة الجهد والتيار، اسمعها مني، حل ال 12 سؤال دول اكتر من مرة، وكده اكنك حليت 200 سؤال كمان. السؤال اللي بعده، في الدائرة الكهربية المقابلة إذا كان فرق الجهد بين النقطتين X و Y يساوي 14 فولت، بين X و Y طبعا ده كده فرق الجهد كله. طيب تكون شدة التيار الكهربي المر في المقاومة 8 كام؟ تمام. أول حاجة أنا هبسط الدايرة عشان أعرف حتى يعني إيه كلمة فرق الجهد بين X و Y.
فلو الداخله من عند اكس يبقى الخروج من عند واي، المدخل من هنا والمخرج من هنا. تعال نشاور على العقد. يعني ايه العلامه دي؟ العلامه دي لما يكون في سلك عامل كده، ده معناه ان السلك معدي من فوق السلك، مفيش تقاطع، السلك كده ماشي وتحت منه سلك، لكن مش حاصل بينهم تقاطع، وبالتالي هي مش عقده، فمش هتاخد رقم. فلما تشوف السلكين كده ما تديش دي رقم خالص. انا هشاور على العقد دي كده، عقده ودي عقده، لا سلك متني، دي عقده، ادي سلك 2 3، وادي عقده، دي مش هتاخد رقم، ده مش تقاطع، يعني مجرد سلك معدي من فوق سلك. فعند المدخل هنقول 1، هيقابلك سلك فاضي، ده سلك فاضي يبقى هنا 1. هتيجي هنا تقول لي 2، هيقابلك سلك فاضي يبقى ده 2، يبقى خلاص انا رقمت بين 1 و2. تعال نشوف بين 1 و2 في ايه. بين 1 و2 في 6 و14 ادي 20. ما انا جمعتهم ليه؟ عشان هما كده توالي على سلك واحد. طيب وبين 1 و2 في من الناحية دي 10 و30 ادي 40، ادي 40 اوم. وبين 1 و2 من الناحية دي 15 و25 ادي كده 40، اجمعهم يبقى 40. وقبل الواحد في مقاومة ب8 اوم، وادي النقطة اكس. وبعد الاتنين في مقاومة بقيمة 2 اوم، وادي النقطة واي. فلما يقول لي انت معاك فرق الجهد بين اكس وواي، يبقى عايز مديني فرق الجهد كله الفي توتال بين اكس وواي بكام؟ ب14. وعايز تيار المقاومة 8. انت تعرف الاول هيمشي في المقاومة 8 ده التيار الكلي، لان ده هيمشي التيار الكلي بعدين يجزأ ويتجمع هنا ويرجع تيار كلي ويعدي في المقاومة 2، فاللي هيمشي هنا تيار كلي. على العموم انا معايا قانون للفي توازي، الفي توتال قصدي، الفي توتال بتساوي اي كلها، الاي توتال في الار كلها، الار توتال. فانا عندي الفي توتال بكام؟ ب14. والاي توتال مش عندي، بس انا عايزاها علشان خاطر هو ده تيار المقاومه 8 في مقاومه كلها. تعال نشوف كلها بقى، نجيب كله من اول اكس لحد واي. معاك ال40 وال40 على التوازي، اخد واحده على عددهم، 40 على 2 فيها 20، 20 مع 20 توازي، اخد واحده على عددهم يبقى 20 على 2 فيها 10، ادي 10، يبقى الناحيه دي 10. وهنا 8 و2 10، يبقى كام؟ 8 و10 18 و2 20، يبقى ادي 20. يبقى الاي توتال هتساوي 14 على 20، هيطلع معاك 7/10 امبير. يبقى تيار الماشي في المقاومة 8 الاي توتال اللي هو 7/10 امبير، اللي هو الاختيار هيكون ب. ركز في السؤال، والسؤال ده مهم. الورشة دي اسمها ورشة انقاذ، عن طريق الاسئلة الصعبة ازاي تجمع الافكار وازاي تتمكن من الحل. هتاخد منك وقت، بس لازم تاخد منك الوقت ده، هي تستحق. السؤال اللي بعده من البيانات الموضحة على الدائرة الكهربائية المقابلة، عايز النسبة بين قراءتي الفولتمترين V1 على V2. طيب هنشيل الفولتمترات من الدايرة ونرسمها. هنيجي هنا هنلاقي عندك البطارية هتمشي كده، هتلاقي فيه مقاومة قيمتها R. أنا همسح الفولتميتر V1 وهمسح الفولتميتر V2. هلاقي نفسي بعد المقاومة R هنخش على مقاومة تانية 6R. ال6R دي خلي بالك انت لما تحذف ده، لما تحذف الفولتميتر ده هيطلع هنا في 6R وفي عقدتين اهو. مع ال6R دي، مع ال6R في فرع تحت اهو، في فرع تحت. الفرع اللي تحت ده عبارة عن ان شلت الفولتميتر ده فطلعت دي تاني سلك، فطلعت الاتنين R والR جنب بعض، يبقى ال6R اهي، وفي تحت مين؟ 2R جنبها R اهو، يبقى ادي الار وبعدين 6R. ال6R تحت منها شيل، امسح دي باستيكه، يبقى الحته دي على فرع واحد، يبقى 6R والفرع اللي تحت من ال6R 2R وR اللي هم 3R جنب بعض. طيب ماشي، الفولتميتر V1 ماسك من اول هنا لحد نهايه 6R. طيب ما هو كده بيقرا الفي باتري، طيب يعني بيقرا في كلها. طيب تمام، لو انا جيت افترضت ان التيار اللي ماشي هنا بقيمه اي، فانا عايزه اجيب الفي اللي كلها في توتال هتساوي الاي توتال اللي هي الاي في الار توتال. تعال نخلص الار توتال، دول 6 ودول 3، 6R في 3R، ما دول هيتجمعوا مع بعض 3، 6 و3 يبقى نقول 6 في 3 على 6 زائد 3 تبقى 2،
وفي واحدة هنا، يبقوا 3 ار، يبقى 3 اي ار. دي مين؟ الفي كلها اللي هو قراءة في واحد، لانه ماسك من اول النقطة لحد اخرها. طيب الفي 2، الفي 2 ماسك من هنا لحد هنا، ده في 2، يعني هياخد فرق الجهد ده زائد فرق الجهد ده. طيب انا افترضت ان التيار بقيمة كام؟ اي. الاي دي هتمشي في المقاومة ار، هيجي هنا يتجزأ. الاي هتلاقي هنا في 6 وهنا في 3، يعني مقاومة ضعف التانية، فالتيار يتجزأ ازاي؟ التلت والتلتين. هنا عشان 3 ار يبقى التيار هنا هيتجزأ. خلي بالك الفولتميتر مش بيأثر على تركيب الدايرة، يعني انت ممكن تحذفه مش لازم توصله عشان مش تتلخبط. فالتيار اي هيتجزأ هنا، وهنا هناخد تلتين الاي، تلتين الاي عشان هنا المقاومات الاقل، تلتين الاي. تمام. يبقى الفولتميتر هيقرا فرق الجهد اللي هنا، فرق الجهد هنا اي في ار، يبقى الفولتميتر في 2 باخد الحته دي والحته دي بس، يبقى هنا اي في ار زائد الاي اللي هنا تلتين اي في كام ار؟ في 2 ار، تلتين اي في 2 ار. تمام. يبقى انت عندك هنا في 2 هتبقى عبارة عن اي في ار، وهنا زائد 4 على 3 اي في ار، يبقى هنا في 1 وفي هنا 4 3، يبقى في 2 هتساوي 7 على 3 اي في ار. كده في 2 وكده في 1. انت عايز نقسمهم على بعض؟ ماشي. يبقى في 1 على في 2 ادي 3 اي في ار كأنها على 1، بدل ما اقسم هضرب واقلب المقام بسط والبسط مقام، ادي 3 وهنا 7 اي في ار. يقوم دي تطير مع دي، 3 في 3 ب9 على 7، 9 على 7، 9 على 7، يبقى الاختيار هيكون د. السؤال اللي بعده في دايرة موضحة بالشكل عند غلق المفتاح فإن قراءة الأميتر. الأميتر قراءته طبعا ماشي فيه التيار الكلي لأنه متوصل بالسالب مباشر، فالأميتر هنا قراءته تتغير لو مقاومات الدايرة هيتغيروا. قبل ما أقفل المفتاح كانت المقاومات اللي في الدايرة R1 جنبها R2، يعني المفتاح مفتوح. أنا معايا الشكل أهو، بطارية وادي الأميتر ماشي فيه التيار الكلي، وادي R1 وادي R2، فكان عندي هنا المقاومات الR للدايرة كانت عبارة عن R1 زائد R2. لما اجي بقى اقفل المفتاح، ادي الاميتر مازال زي ما هو، وادي البطارية وادي R1، قفلنا المفتاح بقى معايا سلك فاضي متوصل على التوازي مع R2، يقوم التيار يمشي في السلك الفاضي ولا انه يمشي في المقاومة دي، اتلغت. يبقى حالة من حالات الغاء المقاومة لما تكون المقاومة متوصلة على التوازي مع سلك فاضي، وتبقى المقاومة الار توتال في الحالة التانية عبارة عن ار بس. ايه اللي حصل للار توتال؟ قلت، يبقى التيار يزيد. يبقى قدام المقاومات لما قفلت المفتاح قلت، بدل ما كنت بقول R1 زائد R2 بقول R1 بس، قلت، يبقى ساعتها التيار يزيد، ويبقى الاختيار الصحيح هيكون ألف. السؤال اللي بعده بيقولك في الدايرة المقابلة إذا كانت المقاومات متماثلة وأجهزة الأميترات مثالية، عايز العلاقة بين قراءة الأميترات الثلاثة. يبقى أنا هشوف كل أميتر بيقرأ إيه عشان أقدر أقارن من قراءته أكبر من قراءته أقل. بس الدايرة هنا محتاجة إن أنا أبسطها، فأنا هلجأ للترقيم كلغة للتبسيط. ففين القطب الموجب؟ أهو هتمشي كده من القطب الموجب، دي أول عقدة هتقابلك. تعال نكمل العقد اللي عندنا. دي مش عقدة، ده سلك متن، ده سلك متن، ده متن، دي عقدة ودي عقدة. هي العقد دي اللي محتاجة أرقام. دي الأولانية تبدأ ب1، سلك فاضي يبقى برضو 1، هتعدي على مقاومة هتبقى 2، هتيجي هنا هتعدي على مقاومة هتبقى 3، وخلاص كل العقد خدت أرقام. يبقى 1 2 3. بين 1 و2 دي 1 و3، بين 1 و3 في بطارية، بين 1 و3 في بطارية، ماشي. وبين 1 و2، بين 1 و2 في مقاومة بقيمة 2R، وبين 1 و2 في مقاومة بقيمة 2R وأميتر. بين 1 و2 في مقاومة بقيمة 2R، بجمع دول، وفي الأميتر A1، ماشي. يبقى احنا خلصنا دي وخلصنا دي. بين 2 و3 في مقاومة بقيمة R وأميتر A3، وبين 1 و3، بين 1 و3 في مقاومتين 2R،
وفي اميتر 2. تعالى بقى نشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. تعالى نفترض انا عندي دلوقتي فرعين، فرع فوق وفرع تحت على التوازي، ده كده مع اللي فوق على التوازي. ممكن انا الخص اللي فوق عباره عن 2 ار وار، هخلصهم اخد واحده على عددهم يبقى ادي ار، وجنبها ار يبقى 2 ار، يبقى الفرع اللي فوق 2 ار والفرع اللي تحت 2 ار. يعني لو كان التيار هنا بقيمه اي يبقى التيار فوق بقيمه اي، تيارات قد بعض. ماشي. التيار اللي هو اي تيار الفرع هيرجع يتفرع تاني، يبقى انت عندك التيار الكلي كده مجموعهم 2 اي. الاتنين اي دي اتجزأت، جزء فوق باي وجزء تحت باي. الجزء اللي تحت سلك خلاص، اما الجزء اللي فوق لسه قدامه مشوار، هو قيمته اي. هيجي عند العقده دي يا عيني يجزأ تاني، هيجزأ بالتساوي لان دي تيارات متساويه، يبقى هنا نص اي وهنا نص اي. يرجع التيار يتجمع ويرجع تاني يمشي في المقاومه دي بقيمه اي. طيب ماشي. تعالى بقى نبص على قراءة الاميتر A1. A1 اهو هيقرا نص اي، ده مين؟ A1. طب تعالى نبص على قراءة الاميتر 2. A2 اهو هيقرا تيار بقيمة اي. طب تعالى نبص على الاميتر A3. A3 اهو هيقرا تيار بقيمة اي. يبقى انا عندي دلوقتي الاميتر A2 يساوي A3، وهم دول اكبر من الاميتر A1 لانهم اي اكبر من نص. يبقى الاميتر A2 بيساوي A3 والاتنين دول اكبر من A1، يبقى الاجابة ج اجابة صحيحة. السؤال اللي بعده، موصلين متماثلين من نفس المادة طول كل منهما 2L، ده كده 2L وده 2L من نفس المادة، يعني الرؤي واحدة ونفس مساحة المقطع زي ما انت شايف، والصورة كمان بالشكل بحيث يكون طول الجزء المتلامس L مع البطارية. يبقى هنا L مع ان السلك كله 2L بس الحتة دي L، يبقى الحتة اللي فاضلة كام؟ هتبقى L، يبقى دي L ودي L. طيب الحتة اللي هتلمسها هتبقى قدها، ملامساها تبقى قدها، يبقى دي L، يبقى الحتة اللي بره دي كام؟ L. يبقى ال دي انا هعتبر مقاومتها R، اصل الار والال طردي، فانا هعتبر دي ايه؟ دي ار ودي ار ودي ار ودي ار، بس دول تحت بعض على التوازي، يعني انا هاخد اللي على الجنب دي هسميها ار، والاتنين اللي تحت بعض دول كأنهم متوصلين على التوازي ار وار، وعلى الطرف دي ار. تمام. والبطارية اهي. فانت عايز ايه بقى؟ فرق الجهد V1 محوط على منطقة التوازي، فانا هفترض ان التيار بقيمة اي، تيار بقيمة اي، فانا عشان اجيب V1 اللي هي V توازي بتساوي التيار داخل على المجموعة اللي هو اي في ار التوازي، بس ار التوازي اخد واحدة على عددهم ار على 2، يبقى اي في ار على 2، يعني نص اي في ار. طيب الفي 2 بقى، الفي 2 انا خلاص جبت V1 اللي هو كان محوط على منطقة التوازي، V2 محوط على التوازي ودي. طيب يبقى V2 هيقرا الفي بتاعت التوازي اللي هي نص اي ار اللي احنا لسه جايبينها زائد الفي اللي على المقاومه ار. مين الفي المقاومه ار؟ ما احنا التيار هيتجزأ ويرجع يتجمع تاني اي، فيقرا فرق الجهد اللي هنا اي في ار، فرق الجهد هنا اي في ار، نص واحد يبقى واحد ونص، واحد ونص يعني 3 على 2 ار اي ار. ده مين؟ V2. هو عايزنا نقسم V1 على V2، V1 اللي هي اي ار على 2، بدل ما اقسم هضرب واقلب المقام بص والبص مقام، يبقى دي فوق 2 وتحت 3 اي ار. دي هضرب مع دي ودي مع دي تبقى النسبة تلت 1 على 3، يعني الاختيار الصحيح هيكون ج. السؤال اللي بعده، في الدائرة الموضحة مربع مصنوع من سلك له مقاومة ABC دي، تكون شدة التيار مر في الضلع BC تساوي ايه؟ طيب كلمة مربع دي مش جاية كده عشوائي، ده هو عايز يقول لك ان لو ده طوله L يبقى ده L وده L وده L، لان اطوال اضلاع المربع متساوية، فانا هحول ال L ل R لان ال L وال R طردي، يبقى دي R، يبقى دي زيها R ودي R ودي R. وانا عندي هنا عقدتين في الدايرة، العقدة 1 وادي العقدة 2، يبقى كل الموجود عندي في الدايرة ما بين العقدتين دول، بين 1 و2 في R و R و R 3 R، وبين 1 و2 في مقاومة واحدة بقيمة R وماشي فيها تيار بقيمة 6 أمبير.
وانا عايزه التيار اللي هيعدي في البي سي. التيار اللي هيعدي في البي سي هو تيار الفرع، تيار الفرع اللي فوق العلوي. طيب ما انا عندي اي ار، يعني انا لو جبت التيار اللي فوق هنا هو التيار المطلوب، فانا هقول ايه بقى؟ اي مش ده توصيل على التوازي، ففرق الجهد متساوي. فرق الجهد فوق هو فرق الجهد تحت، اي في ار فوق بيساوي اي في ار تحت. يبقى انت عندك هنا الاي اللي هتبقى في الطرف العلوي معرفهاش، في الار اللي هي 3 ار هتساوي التيار اللي تحت اللي هو 6 في المقاومه اللي تحت اللي هي ار، دي تطير مع دي، ويبقى عندك الاي العلوي بيساوي 6 على 3 البعيد على القريب فيها ال 2 امبير، 2 امبير، فتبقى الاجابه ب. السؤال اللي بعده، شكل مقابل مقاومتين احداهما ثابته والاخرى متغيره، مصنوعتين من سلك منتظم المقطع وصلتا معا على التوالي مع بطاريه مهمه المقاومه الداخليه كان بالشكل 1، فاذا تم تحريك الزالق كما بالشكل 2، فعايز النسبه بين قراءه الفولتميتر في الحالتين. هنا الفولتميتر V1 محوط على المقاومه، وهنا الفولتميتر V2 محوط على نفس المقاومه، ولكن اللي اختلف في الدايرتين اللي جنبهم. هل اللي جنبهم يؤثر على قراءة الفولتميتر؟ يؤثر. طب ازاي؟ مش الفي اي في ار؟ تمام. تعالى نجيب الفي واحد هتساوي اي، مين الاي اللي هتعدي هنا؟ التيار الكلي، ما تشيل الفولتميتر هتلاقي بيمر التيار الكلي، الاي توتال. ومين الار اللي محوط عليها الفولتميتر؟ ال اعتبرها ار، ال اعتبرها ار، والتلاتة ال اعتبرها 3 ار، ال اعتبرها ار، والاتنين ال اعتبرها 2 ار. الاي توتال في المقاومه اللي محوط عليها في واحد اللي هي ار. تمام. الاي توتال بكام؟ الاي توتال هنقسم الفي باتري على الارات اللي عندنا دول ودول مع دول على التوالي، ار و3 ار يبقى 4 ار مضروبين في مين؟ في الار، دي تطير مع دي يبقى في باتري على 4، ده الفي واحد. طيب نروح لفي 2 في الدايره الثانيه، هيقرا ايه الفولتميتر؟ اي في ار. انهي اي؟ الاي توتال في الدايره الثانيه وتختلف. في الار اللي محوط عليها الفولتميتر اللي هي ار ما اتغيرتش. طب الاي اختلفت ليه؟ لان الاي في الحاله الثانيه هنقسم الفي باتري على الارات، ار و2 ار 3 ار. اختلفت ولا مش اختلفت؟ هنا كنا بنجمع ار و3 ار، لا هنا هنجمع ار و2 ار 3 ار مضروبين في قيمه الار، دي تطير مع دي يبقى في باتري على 3. اقسم بقى في 1 على في 2، في باتري على 4، عايزين نقسمها على في باتري على 3، هيبقى في باتري على 4 بس القسمة هنحولها لضرب ونقلب المقام لبسط والبسط للمقام، دي هتطير مع دي يبقى النسبة 3 ل4، 3 على 4 يعني إجابة ج. السؤال اللي بعده، الشكل التالي يمثل جزء من دائرة كهربية، فإذا كانت قراءة الفولتميتر 2 فولت فإن قراءة الأميتر كام وفرق الجهد بين A و B كام؟ قراءة الأميتر عايزها بدلالة الأي، يبقى الأي دي هتقول لي هتتجزأ هنا قد إيه من الأي، عايز يعرف الأميتر خد قد إيه من الأي. ده قراءة الأميتر تيار فرع ولا تيار كلي؟ تيار فرع. طيب تيار الفرع بجيبه ازاي؟ بقول التيار داخل عليهم اللي هو قيمته اي في مقاومة التوازي. تعال نجيب مقاومة التوازي على جنب. انت عندك 3 ار وار فوق يبقى 4 ار، يبقى فوق في 4 ار وتحت في ار، يبقى انت هتقول لي 4 في 1 على 4 زائد 1، 4 في 1 على 4 زائد 1 يبقى 4 على 5 بس ار، 4 على 5 ار على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه، انا عايز التيار هنا على ار، يبقى الناتج هيبقى اي اميتر هتبقى 4 على 5 اي يعني 8 من 10 اي، يبقى هنا 8 من 10 اي. طب فرق الجهد، فرق الجهد بين A و B هيبقى عبارة عن فرق الجهد بين A و B عبارة عن الاي كلها في الار كلها. طيب الاي كلها بكام؟ باي، والار كلها احنا خلصنا دول على 4 على 5 ودي بواحد، يبقى 4 على 5 زائد 1 هيبقى عندك 9 على 5، 9 على 5 ار. تاني كده فرق الجهد من هنا لحد الاخر اي في ار كلها، الاي باي والار كلها ادي 4 وار على التوازي ب4 على 5، قول 4 على 5 زائد 1 يبقى 9 على 5 ار. تمام. طيب ماشي، انا عايزه رقم، انا عايزه رقم كده هتطلع 9 على 5 بس بدلاله الاي في الار. الاي ار دي بكام؟ الاي في ار دي بكام؟ الاي في الار دي هنعرفها لما نفك شفرة الفولتميتر. مش الفولتميتر في واحد بيقرأ اي في ار اللي هو مسجل 2 فولت دون بيقرأ اي في ار، اي اللي في الفرع العلوي اي علوي في الار اللي محوط عليها الفولتميتر اللي هي ار.
طيب ادي الاتنين، التيار اللي طلع فوق بقيمة كام؟ ما احنا اتفقنا ان تيار الاميتر اللي هو طلع 4/5، يبقى هنا بقية الواحد 4/5، يبقى بقية الواحد كام؟ هيبقى 1/5، يبقى هنا 1/5 عشان يبقى كلهم الار. يبقى التيار العلوي عبارة عن 1/5 في الار. يعني نقدر نقول كده ان الاتنين بتساوي 2/10 ار، فبالتالي الار هتساوي 2 على طبعا هنا اي في ار، اي في ار، يبقى الاي في ار هتساوي 2 على 2/10، هيبقى الناتج عندك عبارة عن 1/10. 1/10 طلع ال10 فوق، يبقى 20 على 2، لا فيها ال10، فيها ال10 اوم. الاي في الار 10 اوم. طيب ما نيجي هنا نكتب 10، يبقى على 5 في الواحد، 5 في الاتنين، يبقى 2 في 9 ب18. يبقى هندور على 8/10 و18، يعني الإجابة ج. هوضحها تاني. بص بقى معايا، احنا دلوقتي عايزين نجيب قراءة الأميتر، فجبنا تيار الفرع اللي داخل عليهم في مقاومة التوازي على مقاومة الفرع، وطلع معايا التيار ده ب4/5، ولو ده 4/5 يبقى ده 1/5. طيب أنا عايزة أجيب فرق الجهد بين A و B. فرق الجهد بين A و B بيساوي التيار اللي داخل عليهم اللي هو الأي في الأراضي كلها. الأراضي كلها اللي هي كام؟ تخليص دول زائد دي. تخليص دول كام؟ 4/5. دي كام؟ دي 1. اجمعهم على بعض هيطلع 9/5، يبقى 9/5 ار. يبقى انا عندي فرق الجهد بين A و B عبارة عن 9/5 اي في ار. فانا دلوقتي مش عارفة اي في ار دي بكام، فهلجأ لقراءة الفولتميتر. الفولتميتر فيه واحد اللي هو قيمته 2، عبارة عن التيار اللي ماشي هنا اللي هو خمس في الار اللي هنا اللي هي ار. خمس ايه؟ خمس طبعا ده خمس اي، خمس اي في ار. احنا وزعنا الاي لخمس و4/5. طيب يبقى هنا خمس اي، يبقى انت عندك الاتنين بتساوي اي في ار على 5. يبقى الاي في ار، يبقى الاي في ار هتساوي 10. الاي في الار هي ال10. طيب نرجع بقى للقصة دي. كنا احنا واقفين عند بي اي بي بتساوي 9/5، هشيل اي ار واكتب 10 على 5 في الواحد، هنا 2 في 9 18 فولت. 18 فولت اهي قدام 8/10، فتبقى الإجابة ج. السؤال اللي بعده، في الدايرة الكهربائية الموضحة بالشكل تكون قراءة كل من الأميتر والفولتميتر بكام؟ طيب الأميتر ده المثالي عبارة عن سلك فاضي، فأنا عايزة الأول أشوف الدايرة عبارة عن إيه، فهشاور على العقد. هي عندي العقد أهي، هشيل فولتميتر. الفولتميتر يتشال من الدايرة، ماشي. يبقى أنا هرسم إيه بقى؟ هرسم 2 أوم، في الجنب ده 1 أوم، وانزل كده على البطارية اللي هي 12 فولت، وفي هنا مقاومة 3 أوم، شلت الفولتميتر. وفي هنا سلك كده وعليه هنا مقاومة بقيمة 6 أوم، وفي هنا أميتر، وفي هنا مقاومة بقيمة 3 أوم. كان هنا في فولتميتر شلته. الفولتميتر ده عشان تبقى فاهم متوصل ازاي، الفولتميتر ده له طرفين، ادي طرف والطرف التاني اهو. بس هتفهم دلوقتي لما تعرف الاميتر ده عمل ايه. الاميتر ده متوصل على التوازي مع المقاومتين دول، والاميتر ده سلك فاضي، فالتيار هيفضل انه يمشي كده، هيمشي كده من السلك الفاضي ويعدي على الاتنين والواحد ويروح. يبقى عدى على مين؟ على التوالي، عدى على التلاتة، ومش على دي، لا دي اتلغت. طب مش على دي، لا دي اتلغت. امال هيمشي ازاي؟ هيمشي في الاميتر وبعدين الاتنين والواحد. يبقى المقاومتين دول اتلغوا ليه؟ لانهم على التوازي مع السلك الفاضي. طيب وبكده الاميتر هيمشي فيه التيار الكلي، والاي اميتر هيبقى فيه عباره عن 12 على مقاومات الدايره، 3 و2 5 1 6، يبقى تيار الاميتر 2 امبير. طيب وعايزين فرق الجهد. فرق الجهد كان موجود بين النقطه دي ادي طرف والنقطه الثانيه هنا. النقطه دي هي النقطه دي، ما انت لغيت المقاومه ليه؟ النقطه دي هي نفس النقطه، لان الاثنين جهدهم واحد، وبالتالي مفيش تيار هيعدي. وبالتالي الفولتميتر بقى يعتبر محوط هنا كده، محوط على الواحد والاتنين، يعني محوط على 3 اوم. فالفولتميتر هيقرا فرق الجهد اللي على ال3 اوم، الاي ب2 والمقاومات 3، 2 في 3 ب6 فولت. يبقى الاميتر 2 و6 فولت، يبقى الاختيار ده اللي هو الاختيار الصحيح.